أهلا بيكم في كلام إلهام. من أكتر الحاجات اللي ممكن تأثر على أي علاقة وكمان ممكن تنهيها تماما هي الكذب. الكذب ده يا جماعة حاجة بشعة جدا، بتخلي الشخص اللي قدامك أبدا مش واثق فيك، ومهما عملت بعد كده علشان تستعيد الثقة دي لا يمكن بترجع تاني. الشخص اللي قدامك بيبقى في الأول حسن النية وبياخد كل الكلام اللي انت بتقوله على محمل الجد، وان انت شخص واضح وصريح وأكيد اللي بتقوله ده هو الحقيقة. لكن لو اتلسع منك مرة واحدة بس وحس ان اللي انت بتقوله ده كذب وان هو مش صح، اكتشف يعني بعد كده وتأكد 1000000% ان انت شخص كذاب في الموقف ده حتى على الأقل، بعد كده لا يمكن يثق فيك تاني. ومهما حاولت بعد كده علشان تستعيد الثقة دي خلاص بتبقى مفقودة للأبد، لأن هو خلاص عارف ان انت بتكذب. ويا سلام بقى لو الموقف اتكرر تاني وقفشك تاني وانت بتكذب مرة كمان، كده خلاص بقى العلاقة دي محكوم عليها بالفشل يوما ما. مهما طال الوقت العلاقة دي لازم بتنتهي، لأن ما بقاش في ثقة بين الطرفين. في طرف حب يستسكى ويعمل نفسه شاطر وإن هو ممكن يبلف اللي قدامه ويلفه، وممكن يقول له أي حجة على موقف ما والشخص ده هيصدقه، ما هو طيب بقى. لكن مش دايما الطيبة في الأوقات دي بتبقى مستمرة، أحيانا بتنتهي. مش الطيبة اللي بتنتهي، لأ، حسن النية في الشخص ده هي اللي بتنتهي خلاص، وبيبقى خلاص متصيد له كل خطأ يعمله، وأي حاجة يقولها له بعد كده حتى ولو كانت صح وعمل مليون إثبات إن الحاجة دي صح برضه ما بيصدقهوش تاني، ودايما بيبقى جواه كده حتة شك من ناحيته. نيجي بقى لطريقة تفكير الشخص اللي بيكذب. هو فاكر إن هو كده بقى الفظيع اللي مفيش زيه، وإن هو كل ما كان متقن في الكذبة اللي بيقولها هو كده شاطر، وإن هو كده بيعرف يضحك على اللي قدامه، ومش حاسس تماما ان ده على المدى البعيد ليه تأثير سيء جدا جدا على علاقته بالشخص ده. والأسوأ بقى الشخص اللي بيقلب الترابيزة. يعني لو قفشته وهو بيكذب كذبة معينة وحاولت تواجهه بالحقيقة، او ان انت اكتشفت ان هو بيكذب، يقلب عليك الترابيزة ويجيب لك اي حاجة تانية كده عشان يلهيك فيها. النتيجة برضو في الموقف ده بتبقى واحدة، ان العلاقة دي لازم تنتهي، لان الشخص ده خلاص قفشك وعارف ان انت كذاب، وعارف ان انت بتعمل المحاولة البائسة دي عشان تداري على الموقف الوحش اللي انت عملته. في كل الاحوال النتيجة واحدة، العلاقة بتنتهي، والطرف ده بيبقى هو الخسران، لانه ممكن يخسر انسان ممكن يكون كويس جدا جدا وحاول معاه كتير واستحمله كتير، لكن في النهاية بإيده هو بوظ العلاقة دي. طيب المفروض نعمل ايه؟ المفروض نبقى اشخاص واضحين، مفيش حاجه اسمها كده، ما نكون واضحين كده عشان العلاقه تبقى سالكه، وعشان الشخص اللي قدامنا يفضل حاسس بالامان. لان طول ما احنا سالكين مع بعض وطول ما احنا صراحه مع بعض العلاقه فيها امان تام، والشخص اللي قدامنا بيكون ما عندهوش اي شك ان هو ممكن يكمل حياته معانا وهو مطمن ومش حاسس بقلق من اي حاجه. طب وليه نفقد حاجه زي دي؟ ما هو اساس اي علاقه هي الاحساس بالامان، والكذب اقصر طريق علشان يخلي اللي قدامنا ما يحسش بالامان ده، ويبقى العلاقه بالنسبه له سهل جدا ان هو ينهيها. يبقى خلينا سالكين كده وخلينا واضحين مع بعض عشان العلاقه تستمر، وده اللي احنا عاوزينه، وعشان يحصل امان وده برضه اللي احنا عاوزينه. واشوفكم في الحلقه الجايه من كلام الهام، استنوني.